تخيل بلد حياتها كلها متعلقة بنهر واحد بس، لو زاد شوية يغرقها ولو قل شوية يدمرها. دي كانت مصر قبل السد العالي. سنين طويلة المصريين عايشين تحت رحمة نهر النيل، يا فيضان يهد البيوت ويضيع المحاصيل، يا جفاف يخلي الأرض تموت والناس تعاني. مفيش تحكم، مفيش أمان، ومفيش مستقبل واضح، لحد ما في لحظة اتخذ قرار غير كل المعادلة. قرار ما كانش سهل ولا كان مجرد مشروع عادي، ده كان بداية قصة صراع مع الطبيعة، وصراع مع السياسة، وصراع مع قوى عالمية. قصة اسمها السد العالي. وعشان نفهم القصة دي كويس لازم نرجع لأول نقطة بدأت منها الحكاية، ازاي أصلا جت فكرة السد العالي. فكرة إنشاء السد العالي ما كانتش قرار فجائي ولا فكرة جت في يوم وليلة، دي كانت نتيجة سنين طويلة من المعاناة اللي عاشتها مصر مع نهر النيل. النيل كان دايما مصدر الحياة، لكن في نفس الوقت كان مصدر خوف. في سنين الفيضان كان بيجي بشكل مدمر، يغرق الأراضي الزراعية، يهدم البيوت، ويضيع تعب سنة كاملة من الفلاحين. وفي سنين تانية يحصل العكس تماما، المية تقل، الأرض تنشف، والمحاصيل تموت، وتبدأ أزمات الجوع. الوضع ده خلى فكرة التحكم في النهر تبقى مش رفاهية ولكنها ضرورية. من أيام الاحتلال الإنجليزي كان في محاولات زي خزان أسوان، لكنها كانت حلول جزئية، ما كانتش قادرة تتحكم في النهر بشكل كامل. بعد ثورة 1952 مصر بدأت تفكر بشكل مختلف، ما بقاش الهدف مجرد التعامل مع المشكلة ولكن القضاء عليها من جذورها. وهنا ظهرت فكرة السد العالي كمشروع ضخم، مش بس للتحكم في المية لكن كمان لتوليد الكهرباء وبناء دولة حديثة. بس الطريق ده ما كانش سهل، لأن المشروع كان ضخم جدا وتكلفته كانت عالية، وده خلى مصر تلجأ للخارج في البداية. دخلت الولايات المتحدة ومعها فرنسا والبنك الدولي، وكان في اتجاه لتمويل المشروع. بس السياسة دخلت على الخط، ومع اتجاه مصر للاستقلال بقرارها اتسحب التمويل فجأة، وتحول الموضوع من تعاون لضغط. وصل الضغط لدرجة تجميد بعض الأرصدة المصرية في الخارج، وكأن الهدف واضح، إجبار مصر على التراجع. لكن اللي حصل بعد كده كان نقطة تحول في تاريخ مصر كله. بس الفكرة لوحدها ما كانتش كفاية، لأن أي مشروع بالحجم ده محتاج حد يؤمن بيه ويقرر إنه يتحول من مجرد كلام لحقيقة على الأرض. في اللحظة دي ظهر دور قائد ما كانش بيشوف الأمور بشكل عادي، لكن كان شايف أبعد من كده بكتير. القائد ده هو جمال عبد الناصر. عبد الناصر ما كانش شايف إن الاستقلال يعني خروج الاحتلال وبس، لكنه كان شايف إن الاستقلال الحقيقي هو إن الدولة تتحكم في مواردها. ومن هنا كان شايف إن نهر النيل لازم يبقى تحت سيطرة كاملة من مصر. السد العالي بالنسبة له ما كانش مجرد مشروع، ده كان مشروع لبناء دولة. كان شايف إن الكهرباء اللي هتطلع منه هتشغل المصانع، والمصانع هتفتح فرص عمل، والزراعة هتزيد، والاقتصاد كله هيتغير. ورغم الضغوط ورغم سحب التمويل مرجعش في قراره، بالعكس كل ده زود إصراره وقدر يحول المشروع من حلم لحقيقة. بس زي أي مشروع كبير، المشكلة ما كانتش في الفكرة، المشكلة كانت في التنفيذ، وتحديدا في الفلوس. ولما الفلوس اتسحبت فجأة كان واضح إن الموضوع مش اقتصادي بس، ده ضغط سياسي صريح. وهنا كان لازم مصر ترد، بس الرد المرة دي ما كانش عادي خالص. في سنة 1956 وفي خطاب تاريخي أعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. القرار ده ما كانش مجرد خطوة اقتصادية، ده كان تحدي مباشر لدول كانت شايفة نفسها لسه مسيطرة على المنطقة. القناة كانت واحدة من أهم الممرات في العالم، لكن أرباحها كانت بتخرج بره مصر، فمصر قررت تسترد وتستخدم إيراداتها في تمويل السد العالي. لكن القرار ده ما عجبش دول كتير، وكان متوقع إن يكون فيه رد فعل، لكن اللي حصل كان تصعيد أكبر بكتير من أي توقع. بعد التأميم حصل العدوان الثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. الهجوم كان محاولة لكسر إرادة مصر وإرجاع السيطرة على القناة، لكن اللي حصل كان العكس. مصر صمدت والعالم بدأ يشوف دولة جديدة بتظهر، دولة عندها قرار. ورغم كل الضغوط دي مصر ما رجعتش خطوة واحدة، لكن بدأت تدور على طريق تاني تكمل بيه المشروع. بعد انسحاب الغرب كان لازم مصر تلاقي بديل، وهنا ظهر الاتحاد السوفيتي وقدم دعم ضخم، تمويل، خبراء، وتكنولوجيا. ومن هنا بدأ الحلم يتحول لحقيقة، ومشروع السد العالي دخل مرحلة التنفيذ.
وفي سنة 1960 بدأ العمل في السد العالي في أسوان. المشروع كان ضخم جدا، وآلاف العمال اشتغلوا فيه لسنين في ظروف صعبة، ومن أكبر التحديات كان تحويل مجرى النيل أثناء البناء، وده كان إنجاز هندسي ضخم جدا. ومع مرور الوقت بدأ الشكل النهائي للسد يظهر، وفي سنة 1970 اكتمل المشروع وتم افتتاحه سنة 1971 في عهد أنور السادات. وبكده الحلم بقى حقيقة، وبعد سنين من الشغل والتحديات بدأت تظهر النتيجة. السد بدأ يحقق نتائج ضخمة، بقى فيه سيطرة على الفيضانات، وبقى فيه تخزين للمياه وقت الجفاف، الكهرباء اتوفرت بشكل ضخم، والمصانع اشتغلت والمدن نورت، الزراعة كمان اتغيرت، وبقى فيه إنتاج مستمر طوال السنة. لكن في نفس الوقت كان فيه تكلفة، تهجير أهالي النوبة بسبب تكوين بحيرة ناصر، وده كان جانب إنساني مهم جدا في القصة دي. وفي النهاية، وبعد ما شفنا القصة من أولها لآخرها، نقدر نفهم إن السد العالي ما كانش مجرد مشروع هندسي ولا مجرد قرار اقتصادي، ده كان لحظة قررت فيها مصر إنها تتحكم في مصيرها، حتى لو ده هيكلفها مواجهة العالم كله، من فكرة لتحدي لمعركة لانتصار. السد العالي ما كانش بس مشروع، كان إعلان إن مصر قررت تمسك مستقبلها بإيديها.